بصراحة جت في وقتها إنها حقاً عبقرية المقاتل المصري. المتحدث العسكري من شوية نشر على صفحته الرسمية صور لقادة حرب أكتوبر المجيدة، ورغم إن الصور منشورة بدون أي تعليق من المتحدث العسكري إلا إنها ألهبت مشاعر المصريين من رواد الفيسبوك وإنستجرام وتويتر، وكمان رواد الموقع الجديد ثريدز. تعليقات المصريين على الصور كلها ملتهبة بالحماس، والجميع يردد الله أكبر الله أكبر، النصر قريب إن شاء الله. طابلوه رائع مفيش أجمل من كده، بيشمل صورة كل من الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، والفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكذلك صورة الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية وقائد القوات المسلحة، ثم الفريق طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية، والمشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وحوالي 30 قائد من قادة الجيش المصري الذين قادوا حرب أكتوبر وحققوا مع جنودهم وضباطهم ذلك النصر العظيم. كما نشر المتحدث العسكري فيديو للمشروع التكتيكي لإحدى وحدات المنطقة العسكرية بجنود بالذخيرة الحية، والذي شهده الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار خطة التدريج القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. عاشت مصر وعاش جيشها وشعبها وقادتها وحفظها الله من كل سوء، والمجد كل المجد لشهداء أكتوبر المجيد. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.